نظرة سريعة على الحلقات الأولى من مسلسلات رمضان. ابتدي اتفرج بسرعه كده على كام حلقه كده من كل مسلسل كده عشان نشوف ايه اللي هنتابعه. في مسلسلات طبعا كان متوقع انها هتبقى كويسه، وفي مسلسلات كانت مفاجاه. ابتديت بمسلسل اشغال شقه، وهو مسلسل ما خيبش ظني جدا. مسلسل كوميديا كلاسيكيه بعيد عن اي نوع من انواع الاسفاف، كوميديا وموقف ولذيذ جدا، وانا شايف ان الكوميديا بتاعته كمان مختلفه عن اي كوميديا موجوده في مسلسلات رمضان السنه. مسلسل بابا جه، وطبعا اكرم حسني معودنا على افكار اوت اوف ذا بوكس، بوجود عدد كبير جدا من الاطفال معاه في المسلسل بيخلي المسلسل واخد ترند جامد جدا. مسلسل كامل العدد، اتفرجت على برضو اول حلقه حلقتين، وبصراحه هو مسلسل لطيف لكن ما يقارنش خالص بالجزء الاولاني. خبطت في سكتي مسلسل العتاوله، وبصراحه يعني زهقت من هذا النوع من انواع الدراما بتاعه البلطجه والخير والشر والحاجات العجيبه الملزقه. اللي انا برضو كنت حاسس ان هو هيبقى كويس بس فعلا مش هعرف اتابعه في رمضان هو مسار اجباري، عصام عمر واحمد داش.